اها عليك الله عين، عليك الله بس عين عين السدع. عليك الله بس عين عليك الله. ده قال لك ده منظر صحفيه دي، تخيل بس عين هي وين وعين الجعبه وين، عين هي وين وعين عليك الله جعبتها وين، بس عليك الله عين. رايك شنو هسه عليك الله؟ رايك شنو؟ تمام قال لك قال صحفيه، قال هسه دي صحفيه. تمام الزوله دي زوله بتاعت مكاتب، شفتوا اي زول مشت له في حتته تمام، ضابط وزير بتاع هناك كلام زي ده زعطه معروفه، داليا مكاتب، داليا مكاتب. تمام انتم ما ملاحظين انه اي وحده اعلاميه صحفيه بتاع هناك لازم يكون طيزه كبير؟ انتم ملاحظين الحاجه دي؟ ها وين الصحفيات الوحده تكون محترمه كده وقافله طرحتها ولابسه لها مثلا عبايه او لابسه لها فستان كده ساتر وبتاع، ديل الوحده فين بتطلع عشان تتضرع بصلوبها، الوحده فين بتطلع تتضرع بصلوبها ويجيبوا لك واقفه جنب ما عارف منو، واحد من ناسنا ناس الجيش ديل واقفه جنبه وبتاع هناك كلام زي ده. عليك الله عينه، عليك دينكم داليا لا ده طيز. تمام عينه يعني عينه ذات لبسه الطرحه، الطرحه وين في الشطور، الشطر طالع لبرا. تمام يا اخي ده ليش ده كان بتصاعد من زمان، كان الدعم السريع كان في الخرطوم هناك وبتاع قبل الحرب والكلام ده بتطلع معاهم رحالهم تصعد. عليك الله عينه بس انا طبعا ما في محيرني الا المكانه دي. يعني عن الصلب ده طالع لبرا كيف، صلب صلب زي الصلب، صلب كبير عديل كده التوب ستره والله، لكن ده طالعات بعبايات. يا اخي انت ربنا مديكي طيز قدر ده يا اخي ما تلميه شويه. الله يا جماعه دي انا صراحه دي كان جاتني مكتبي قبل ما اسمع منها اي كلمه، بس بشتغل كده عشان الناس ما تقعد تكذب على روحها. شوفوا انا زول صريح. تمام شفتوا اي واحده قال لك دي اعلاميه صحفيه شفتوا شلالات طيز كبير اعرفوا انها هي خدتنا بس تمام للاغراء، بس خدتنا للاغراء اكثر من كده ولا اقل. تمام معروف الصحفيه دي بتكون زوله محتشمه محترمه، هو وزير الاعلام ذاته داير الزعيط، وزير الاعلام ذاته بيقوم لعش الجبل بيقول لها وين يا استاذه، هو ذاته داير الزعيط وزير اعلامنا ده والله العظيم. يعني عليك الله يا جماعه بس كشفوا، بس كشفوا للمنظر ده بس. الست بتشرف دي يقول عليها اعلاميه، اها يلا قولوا لي برضه اعراضنا، الصوره دي انا جايبها من النت. اها كلامك صح يا انسبن، ده كلام صح، ده كلام صح يا انسبن، ايوه كده. تمام دي اعلاميه ولا صحفيه ولا كاف ميم ولا موقعها من الاعراب ذاته شنو؟ صاحبه هنا دي اسمه منو ده؟ ابو زر الكوده دي. تمام كده بس وروني. انا عايز زول يعني انا عايز زول يفهمني دي اسي عليكم الله، دي صحفيه دقيقه اسمه نون ولا زي عليك الله عين الطيس ده قدر كيف جسم يودي الجسم. متزوجه طيب راجلها ما يلم ما طيب. السلام عليكم يا بارود. انت اسمك نون؟ دقيقة بس ما تنزلني، أنا غيرت الاسم عشان ترفعني لأنه أنا من قبل مقدم قسط لا عشان يا مشرفين جبتوا لنا الكلام بيقولوا ما بنرفع الا البنات بس، الحمد لله اتفضل. بالضبط كده. كيفك يا سيد الرجال، أخبارك؟ تمام والله الحمد لله. أنا دار أعقب على حاجة واحدة يا بارود شوفتها. شوف اتفضل. الناس مرات بتجي تنتقدك فوق هنا في المنصة، تمام؟ أنت كبارود مم. ده شخص كبير عاقل واعي، لكن الناس في المجتمع الآن ما بتفهم إلا بأسلوبك ده، ومحاربتك للشكش واللوايطة دي إلا الأسلوب ده، تمام؟ وجزء من مشكلة السودان عامة اللي هم أصحاب القرار والرأي هم سواقط المجتمع. الليلة فنانة يقول لها فعلا. أستاذة، اللي هي واحد الليلة تكون واحدة تكون هي شرموطة، تمام؟ معلش لللفظ، مم. لكن بيكون لا وراء لا عادي علاقات خذ راحتك. وراء ضباط، وراء رجال اعمال. والمشكله وقت تخش لواحده يا بارود تقول لك انا اسوي لك وافعل لك، ويجيك راجل طول عرض يقول لك انت مالك مع فلانه. ده المجتمع صح. حقنا كده، فهمت؟ الناس هسه بتنتقدك في الاسلوب، نعم انا اتفق الاسلوب شويه حادي يعني، تمام؟ لكن مم. الناس مفترض تفهم شيء وحدي، تمام؟ الشكش ديل والشراميط ديل الا الاسلوب ده، فهمت الله علي؟ ينور ما عليك. تقول صحفيه حاليا، ناس داليا الياس عش الماجدي كل الناس دي سواقة مجتمع، لكن شنو؟ صورة ملمعة. دي الميديا السودانية حقتنا كده بقت وسخة، فعلا. نكون واضحين. لكن الناس ما قاعد فعلا تعرف والله. الحاجة دي، تمام؟ يعني هسه ايوه. أنا قبل كنت في لايف ناس مؤيد
طلعت حذروني. يعني المشكله قلت لهم انتوا تقيفوا ضده، انتوا دي رجاله ليكم. قلت لهم دي ما رجاله، وحاليا اي واحد دماغ كويسه حلي ما تمشي الامارات عشان تمشي تاخذ الختم هناك. فهمت علي؟ مش مملكه الجن في مثلث برمودا. هسه حاليا اي شرموطه حلي ما تمشي الامارات تاخذ الختم تقبل دوليه، لانه هناك ما دار صح توعى فعلا. للحته دي. نحن كلنا بنعرف الدين وبنعرف الدنيا وبنعرف اي حاجه، لكن حاليا في الزمن ده الشكش الا باسلوبك ده. تمام؟ الله كلنا ينور عليك. بنصلي وبنعرف الله، تمام، لكن حاليا فعلا. العفن والوسخ الحاصل ده الا باسلوبك ده. فهمت؟ لانه ما بيخافوا. ايوه المشكله يقول لك استاذه، استاذه شنو؟ منو اللي ادى اصلا لقب استاذه؟ حاليا دي لو صحفيه واصلا محترمه دي ممكن تخش مكتب وزير، وانت الليله تكون زول مسكين ما تخش اي مكان، ويجي يقول والله لك ما بالقاعده ايوه لو جيت السودان ما بنعمل لك. تعملوا شنو؟ ايوه جزء من مشكله السودان وراجعين لورا شنو؟ ما عفن والوسخ ده. الناس قاعده تدفن فعلا. راسها في الرمله. كلامك صح والله. بالضبط والله كلامك كده. صح. عشان كده بالله الناس دي من طرف اي واحد يشوف ده كلام تشرموطه صح ده. لافه في الميديا دي حاليا تحديدا، وتحت هسه ناس الميديا دي اللي يقول لك يا بارود دايرين اثبات، اثبات شنو؟ الجواب يكفيك عنوانه. اللافين في الميديا دي الله لو جيت ينور عليك. تحت شحتها بتوافق، بتوافق. ده غير المستور، ده جزء من الطلعه للناس. فهمت؟ نحن شباب فعلا وعارفين. كلامك صح في والله. انت الليله ما دام فكيتي شعرك ومديتي صدرك انا لو جيت حنكت معاكي بترضي. الموضوع ده ايوه ما داير كلامك ليه صح. درس عصر، ما داير ليه اثبات، ما داير ليه فعلا صوره. فهمت علي؟ عشان كده كلامك الناس دي صح والله. تتردي من طرف. العفن ده ده لو ما كلام صح وقف ده. والله العظيم اقول لك العفن ده لو ما وقف السودان ده عليه السلام. نكون واضحين. فعلا. المشكله اصحاب القرار ذاتهم ناس قاعدات في الميديا دي، وكلهم يا هو صحفيين علي وزراء علي ضباط كلهم تحت قاعد شفته يتراكب بعض. عشان كده الليله وقت تجي انت باعتبارك لهم شنو؟ محك بتاع خطر. تمام؟ عشان كده صح. لازم ياخذ صوتك ويقول لك نعمل لك. في واحد كده باطل اسمه لوز كان في لايف مميز قال بارود ده لو جاء في المطار نحن ما بنخلي. يا اخي بصفتك شنو عشان تعمل شنو؟ عشان تدافع لناريمان ولا تدافع لمؤيد والشكش اللافه معاه دي؟ كلامك ها؟ صح والله. كلامك لكن صح. الناس دي ما قاعد توعى. لو جينا هسه حاليا اللي قاعدين في اللايف ديل ممكن ندعي المثاليه، لكن تحت لو عندنا امور بنزعط ونمشي نحنك. لكن انت مشكلتك بس واضح واجهتها. فهمت؟ كلنا بس نحن ما فعلا عملنا كلامك منصات صح. واتكلمنا، ما عملنا منصات واتكلمنا. لكن انت الفرق بينك وبين الناس انت واجهتها، انت ضربت في كبد الحقيقه اللي مسكوت عنها. فهمت؟ عشان كده بتلقى كلامك اعداء، صح. بتلقى اعداء كميه. حنعمل لك ليه؟ لانه اصلا ده العاجبه. هسه في زول ينكر الحاصل في مصر ولا في الامارات ولا الاوردرات اللي اصلا طالعه بالهبل، في زول ينكر؟ ما يقدر ينكر. حاليا ما يقدر الزول ينكر السيء والله. بتلقى عنده 10 مليون متابع، والزول اللي صح. بيقدم محتوى مفيد وهادف وقيم بتلقى ما عنده متابعين، لانه احنا كمجتمع فعلا. ذاته نحب الفارغه دي. تمام؟ دي حاليا الحاصل. ما تنكروا، اردم اي واحد يلبوى واي شرموطه هنا تتلمى، واي ده زول عنده كلام صح. فهم يجيني بل في بس الخاص. تمام؟ الموضوع ما رجاله، الناس شويه توعى توعى توعى. فهمت ده يا كلام سيد صح يا سيد الرجال؟ الرجال. ومعاكي نحن لقدام وارمي بس. حبيبي واي يا واحد غالي. طلع في حبيبي يا الميديا سيد دي فاكه الرجال. شعره هسه يقول لك يجوا ينموا ويتكلموا بالاسلوب الجميل قدام الشاشه، كم صحفيين كم اعلاميين كم فنانين. تمام؟ حاليا احنا بنجي نقول لك ده استاذ وفنان وهو لا يعرف ذاته فرائض الوضع شنو ما يعرفها. الله والله. فهمت والله علي؟ العظيم. ده الحاصل. لكن الناس ما قاعد تتكلم يا بارود. فهمت؟ عشان كده هذول اي قاعدين واحد لهم بس يلاقي في كده الميديا نحن. دي اردمه. ده كلام صح. بل بس بالله. وفهمت ولك التحيه يا سيد الرجال، وانا من حبيبي يا كتبتك سيد واي الرجال. فهم ربنا لقدام. يحفظك. على عيني وعلى راسي. الله على عيني يخليك. وعلى راسي والله. تسلم تسلم. الله ربنا يخليك يحفظك يا رب حبيبي. العالمين. يديك الله العافية يا يخليك. رب. تسلم. وهي ما ناس. تمام. فحاليا الناس دي حاليا الشيء المزعلهم شنو؟ انه انا طلعت كشفت العفن اللي قاعدين يعملوه تحت. ما في واحد يقول لك دي صحفيه ولا دي. كلهم دي اعلاميه، دي صحفيه، كلهن شفتن بالزحطه. ما في مره تقول لك انا والله اعلاميه والله احترام. شفتوها واقفه مع ضابط، شفتوها واقفه مع وزير، شفتوها واقفه مع رئيس بيتزعط. كلهم كده. ما عندك رتبه اللي بوقفك مع زول شايل رتب شنو؟ عشان شنو؟ انت منو تطلعي منو انت ذاتك عشان تقفي مع زول رتبه؟ تمام؟ عشان شنو؟
يا حالك الله كده فكونا عليك الله زول شكل الشيء ما لاقين زول يتكلم عنه ونفتح حاجه زي دي، ولما نطلع زول يتكلم واي 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 ما في كلام. انا هنا ده بصعد من جوا وحياة ديني وايماني بجر لك بداود وانا قدامك اصلا ما قاعد اخاف من زول شكش. مش ام اشواق دي طلعت الفيديو؟ ام اشواق دي تطلع كده تقول ده الكاهن الفيلسوف معاه فلانه الحاصل. انا عن نفسي لا شفت لا بعرف، والفيديو ده ما حقي. انتوا النشرتم، انت يا ام اشواق وانت يا ادم وانت يا المفترس، انتوا مش نشرتوا الفيديو ده؟ طوال يقولوا دي فلانه وساكنه في الحته الفلانيه وتدقق طيب يا الكاهن، طيب انا عايز اسالك الفيديو اللي هم طلعوه الظاهر فيه انت ولا انت والبت؟ الفيديو لا هو واحد على فكره، هم داسين البيت بس. ايوه يعني ما في زول شاف البت. انا وانت اسمع، البيت ذاته ما شفت البيت ذاتها مفتحه، البيت غطت الفيديو ورسلته لهم. ايوه انا الفيديو اللي عندي. انت كده اسمعني يا بارود، انت بتتخيل او بتصدق لو ام اشواق دي عندها فيديو لي انا ومع البيت قصاده غالي معلش انا بس عايز اسالك يعني لو امكن اسالك كم سؤال كده لو في طريقه. طوالي اتفضل. حلو. الفيديو طلعوه جابوك انت بتتكلم فيه وما جابوا صوره البت، هل الفيديو ده صوره البت دي طلعت ولا ما طلعت؟ عندي انا. الناس شافته؟ لا. خليك انت مع وشك هنا وشك شنو مخفي، لكن ظهر البيت حتى لما انت كنت بتتكلم معاه مش كانت بتهز لك براسها كده وما بتتكلم. ايوه. حتى قامت رفعت القميص كده تمام، طلعت ياهو بتاعها ده وتاني نزلته وتاني رفعت لك القميص لابسه لها حاجه ورديه كده صح؟ ايوه. الله ينور عليك. البنت دي انت عرفت اسمها وعرفتها ساكنه وين وجابها لك شنو؟ اول حاجه يا بارودي انا في حاجه داير اوصلها لك واوصلها للناس كلها عامه. ايوه يا ريت الناس تسمع كلامي ده وتفهموا. اول شيء، اول حاجه نحن ما دايرين، انا عن نفسي ما داير افضح زول، يعني لا داير اشهر بزول، لا داير افضح زول، لا داير اسيء لزول. حتى نحن يعني قاعدين نتكلم عن انه حتى اسر الناس حتى اسر الداعمين للدعم السريع بنقول ما بنشهر بهم ولا بنتكلم عنهم ولا بنسيء لهم. لما جيت اتكلمت عن البت دي تحديدا لانها استهدفتني انا في شخصي، فكانت جايه تفضحني وجايه تشوه سمعتي وجايه تسيء لي وجايه مثلا بسببها ممكن كان صوتي يتحيد اذا انا زول خواف او قلبي ضعيف، فممكن اختفي زي ما ناس كثير اختفوا من الميديا. اول حاجه الحاجه الدايره كده، انا اول حاجه شاب، لا قلت انا امام مسجد، لا قلت انا شيخ، ولا انا الولد الرهيب ده. فينا من العيوب ما فينا، نسال الله يهدينا كلنا. امين يا رب. الحاجه الثانيه، انا والله يا بارودي يعني شاكر لك اول حاجه لوقفتك الطيبه دي حبيبي يا سيد الرجال يا اخي. الله يعزك. العايز منك ان احنا زي ما انا ساتر على برضه انت تستر على، ده نمره واحد. زي ما انا سترت على انت برضه تستر على. نحن ما بنشهر بزول ولا بنسيء لزول. يعني الفيديو ده انا قادر الان افتح المنصه يا بارودي واطلع اقول والله دي البيت هندله، لكن انا ما طلعت الفيديو ده. البيت لما خافت اختصرتني، انا اختصرت الموضوع وسكتت ما تكلمت، قلت خلاص ما دام هي خافت فاكيد ما حتعمل الحاجه دي مع زول تاني. وانا طلعت نبهت قبل 2 و3 شهور، قلت انه في بنات بيدخلوا للشباب بيحاولوا يكبشروا لكم وينزلوا الفيديوهات دي عشان يخوفوكم بها ويحيدوا اصواتكم. ده كلامها معاي طبعا، البنت ده كلامها معاي. ايوه ياهو الحساب صح. ياها ده كلامها معاي لما انا خشيت خافت. ايوه، ما انا عشان كده بقول لك هي البيت من ناحيه انها جنجويديه، فهي جنجويديه راسها عديل، داعمه للدعم السريع، وبتتكلم عن القوات المسلحه بطريقه سيئه جدا وبتنبذ القيادات. وانا ما كنت عارف الكلام ده اصلا. لما دخلت لي بتشكي عندها مشكله كبيره بارودي،
ومحتاجه الناس يقيفوا معاه. انا وقفت معاه على المستوى الخاص، اما هي حاولت تدردقني وانا جاريتها وسايرتها. الحمد لله رب العالمين. انت شفت الفيديو طبعا. الجنجويد الان حتى الولد حتى ذاك نكر، انا ما بجيب اسمه لانه والله ما بديك شرف انه انا اجيب اسمك يعني. اول حاجه الولد الموهوم قبل شويه في لايف بيقول والله 24 ساعه لو ما طلعت وريتونا همنه انا بجيبكم عريانين. انا اتحداك تحدي تطلع فيديو لهنا عريان. ما تقدر ولا تستطيع ولا تستجرأ. بارودي شاف الفيديو يا بارودي. ايوه انا عريان فيه؟ لا والله انا ما عريان فيه وانا ما عبيط. انا الزول المحذر عن الحاجه دي، فانا ما حادوش يعني. فاول حاجه بنقول لك ربنا يحفظك وارمي امين يا قدام. رب العالمين. والحاجه الثانيه شفتوا جاب كبشر لنا في اللايف بتاع امس او ايه بتاع امس، وكان بيسيء. انا غايته عن نفسي ما بسيء، وداير اقول لك زياده يعني. انا عندي 2000 كبشره، دي ما حاجه راجعه لك، ده ما تلفوني. انا عندي كبشرات في تلفوني، ده انت ايش دخلك فيها؟ انت الغرف دي ما تمشي لا براك تعريفها، براك امشي حفر شوف الغرف دي براك كده، امشي شوف انت. انا مالي ما داير اوريك انا يا زول. بس يا الكاهن انا في حاجه حقولها لك لو تسمح لي يا غالي. تمام. شوف البت دي ما هي شنو، البت دي تم استغلالها عن طريق اشواق. يلا أيوة. انا بصراحه ما اكذب عليك، عشان البت دي ما تمشي تعمل عمليه زي دي والناس تعرفها، فانا قلت داير افضحها واطلع صورها لانه صورها كلها قاعده عندي هنا. شوف انا داير اقول لك حاجه يا بارودي. والله العلي أيوة. العظيم البت دي لما دخلت لي ويعني سبحان الله استعطفتني استعطاف عجيب مره واحده. لكن يمكن بعد الاسبوع الاول اول 10 يوم ال10 يوم البت دي حتى طريقه كلامها يتغير، اسلوبها يتغير، مكالماتها كترت، رسائلها كترت. انا ابدا قلت يا اخي في حاجه اكيد ما ساي. فطوالي بقيت اساير البت دي واجاريها اشوف هل هي دايره شنو، دايره تصل لشنو. الحاجه اللي انا ما كنت مستوعبه وما دخلت صفحتها ابدا، ما دخلت صفحتها الا بعد شنو؟ بعد المكالمات. دخلت لقيتها كاتبه تاسيس انها داعمه للدعم السريع، وانها يعني صور وفيديوهات خاتاها لحميتي ولغيره. انا فهمت الحاجات دي فيما بعد، فطلعت طوالي نبهت الناس. الكلام ده قبل 2 و3 شهور. طلعت نبهتها وخلاص انه هي فهمت، خافت من كلامي معاها. ويعني حتى الكبشرتها ما مستفيده منها بشيء اذا كان صوت او كلام. بعدين الكلام اللي اتقال ده يا بارودي، الكلام ده والله مفبرك، حتى انا ما اشتغلت به يعني. ده انا حشغل لك حاجه هنا. ده اللايف بتاعي قبل 2 و3 شهور يا بارودي، معلش. خذ راحتك. ده اللايف ده انا شغلته او انا طلعته قبل 2 و3 شهور. يا ام اشواق انا والله عندي لك بلاوي يا اخي. قال لي مره عجوزه ومره جقه، عمرك يا اخي مره طاعنه في السن يا اخي. شقريبك وصل رقبتك هنا يا اخي. تدخل الى اطفال تحنكي معاه، ما تخافي الله صيدك يا اخي. شوفها يا اخي والله يا بارودي. خاشه لي صاحبي يمكن عمره 24 سنه ولا 23 سنه، قالت له انت عاجبني وتجيني في فرنسا وانا بصرف عليك. اقسم بالله العظيم هسه انا حوريكم لا في اللايف ده كان قبل 2 و3 شهور. وهنا بدت انه حنعمل لك وحنسوي لك، وجاتني مكالمات كثيره بتاع التهديد. كان كلامي شنو؟ لو داريني عريان هسه في اللايف ده انا بقلع عليكم. هسه خليك من الزمان خلوه. هسه انا بقلع عليكم، ما في حاجه بالسبب. ده سلوك يا بارودي، ده سلوك شخصي. الموقف الوطني ما له علاقه بالسلوك الشخصي. انا زول مربى، زول كعب، زول كويس، دي حاجه ترجع لاهل بيتنا. اما موقفي الوطني ده انت ما بتقدر تخليني يعني اتراجع عنه. يعني تجيبني عريان، تجيبني لابس، تجيبني سكران، دي حاجه راجع عليكم قدام. بس الجيش ده ينتصر والدعم ما اننا راجع من الكلام باذن الله. دي عقيدتي انا الليله جيت دعمت بارود. ربنا يحفظك يا رب. انا دعمتك ليش؟ ربنا يحفظك يا رب. انا دعمتك شايفك بتحارب حاجه ما بتمثلنا. اللبس الخليع، اللبس الكعب، الالفاظ. شفت النساء اللي بيمثلونا برا السودان
دي حاجه ما طيبه، انا شايفك بتحاربها في غلط. وقبل كده دار اقول لك ده، قلت لي يا اخي انصحني عادي في العام، قلت لك لا ما بنصحك في العام، النصح في العام مذمه، انا برسل لك في الخاص. صح. دي حاجه دي قناعتي انا، ما ادعاء مثاليه مني، لكن انا زول فاهم بقول في شنو. انت عندك رساله دار تقدمها. هسه في بنات هنا طلعوا في اللايف قالوا لك نحن بقينا نخاف، بقي البنات بقوا يخافوا في الشارع من بارود. خلاص معناتها انت عندك، انت اديت الرساله اللي انت طالع لها، انت معناتها قدمت النموذج اللي انت دايره، والفهم اللي انت دايره وصل للناس. انك تخاف صح. يجي يخط صورتك هنا بارود، يخط صورتك ويتكلم عنك وعن اسرتك، خلاص معناتها الرساله وصلت، خلاص ده حاجه كويسه صح. بالنسبه لي. طيب امشي لباقي الكلام. والله يا بارود انا هنا ازيد من 15 يوم طبعا التهديدات كانت بتجي. اول زول توقعته يمسك الكلام ده لانه عندي خلفيه عنه كان هو الولد اللي اسمه منو، انا والله ما شايفه النكره ده صراحه، اسمه ذاته ما داري اجيبه. ما يتوقع في يوم من الايام انه انا افتح منصه واتكلم عنه باسمه، يعني ما حاتكلم عنك لانه ما بديك الشرف ده. انا ما شايفك في عدادي، ما شايفك زول، ده سلوكي الشخصي، واذا ده غلط ده غلطي انا الخاص، فانا بغلط وبصيب وبراجع نفسي صح. وممكن اتعاقب، ما عندي مشكله. لكن اقع بحاجه تعمل فتنه يا الولد النكره انت، انا حاتعبك. انت يا زول ما عندك تسجيل مع بيت اسمها رهف؟ جبال لما زول سال قال لك يا اخي انت عندك تسجيلات مع البيت اللي اسمها رهف؟ قلت له ده قديم في جديد. انا ده انا ذاتي سالته، ده انا ذاتي سالته. قال لك شنو؟ قال لك في الجديد. انت زول قديم، في جديد انا كبشرته قاعد عندي طبعا. نحن دايرين نعرف الجديد ده زي ما انت داير تعرف ال 50 بيت انا كبشرتهم. انا داير اعرف الجديد، البنات السودانيات الجداد، اعراضنا السودانيه انت الان هم تحت رحمتك انت، انا داير اعرفهم. انت ما قلت رهف ده قديم، موضوع قديم، في جديد، انا هنا نعرف الجديد يا الولد انت. صح. ايوه. طيب انا صح. هعرض لك حاجه على عم العشاوش. والله بارود انا بعد ما اتراسل معك في الخاص ارسل لك الحاجات ده، ارسل لك في الخاص، انت بعد ذاك استمتع. انا صراحه شوف، انا عشان اكون معك دغري يعني، شوف صراحه انا اقسم بالله العلي العظيم انا ما بحب يعني اتكلم عن بنات عموما، عشان ما يعني ما هي ما يعني، بس ما داير اعمل فيها ولد رهيب وكويس، لكن ما بحب الكلام ده. بشوف يعني ما اختصاصي، ما فهمي، ما حقدر اتكلم، ما حقدر اقول اللي يصل للناس. انا حارسل لك الشغل ده، انت استمتع ومتع كتيبتك دي. انت الان عندك فيلق، ما عندك كتيبه عشان تكون عارف يعني، عندك فيلق كامل. الفيلق ده بيلم، الفيلق ده فيه 5 فرق، فيه ازيد من 30 40 كتيبه، فارمي قدام، مش انت واجعون ارمي بس. حبيبي يا سيد الرجال، حبيبي يا سيد الرجال يا اخي، الله يعزك، ربنا يحفظك يا رب يا اخي. الحساب الكبير والله العلي العظيم تستمتعوا متعه ما قابلتكم. بارودي ذاته وكتيبته باذن الله حيكونوا قاعدين، لازم يقول لا تستمتع، انا استمتع وانتوا تستمتعوا والذاك يستمتع، كلنا نستمتع. مش هنا 500,000 ريال يا بارود السعوديه هنا. اقسم بالله هنا التشهير في السعوديه 500,000 ريال يا زول. الكلام نما كبير، 500,000 دي ما تقيلة يا جماعة يا بارود. اقسم بالله هنا 500,000 ريال التشهير غير السجن. اسمع انا عندي جلد، انا ما زول شاب وزول قلت ادبي بدوني صح. يعني ده اذا ثبت طبعا يجيبوا البيت، والبيت ذاتها تجي وشهود وبلاغات ودنيا وعالمين ما بنيه في مكالمه بتاعت فيديو وانتهى، ويمكن يفتشوا عن صحه الفيديو صح او غلط او مفبرك او حقيقه، ما دنيا وعالمين، وفي النهايه 40 صوت وبتشايله. لكن ال 500,000 دي حاره، والله حاره اقسم بالله. 500,000 ريال زادوا الواحد، والله في تلفون كان الله دار الدين لا والله. ربنا يحفظكم حبيبي يا الكاهن يا ربنا يحفظك يا رب العالمين، يديك العافيه. بالله بس يعني انا طلب خاص، طلب اخوي يعني، خليك معي دقيقه.
خاص. انا يعني قول يا سيدي. اول حاجه العايزه منك بالله بس البدي بس ما دار ما بتخليه والله، ما بتخليه. ما هتخليه. انتوا عينوا عندكم اي حاجه انا عفيت لكم انشروا، حتى التشهير عفيتكم منه. انا ما كلامي واضح، انا عافيتكم. اول جيبوا الفيديو انشروه وانا عافيكم لوجه الله تعالى، وزيدوني شهره وبقوني ترند، وحسابي كبروا لي اهم حاجه من 130,000 انا داير حسابي يوصل 500,000 في خلال الشهر الجاي ده، وانزل ابلكم به. وين المشكله؟ خذوا الضاعرات يا خذوا الضاعرات والكلاجات حساباتهم 700,000 و600,000. جاد علي انا اتكلم مع بيت. الله كلامك صح يا اخي. يا خلق الله ومشامة بهناك حسابها فيه 1,000,000 وعندك الحضرانة حسابها 600,000. معقولة يا ناس؟ قال علي انا كلمني عبيتني تليفون يا بارود. الحضرانة حسابها 600,000. اي والله. الله بتاع بيعمل 2,000 3,000. جاد علي انا ده بل بس. اوي حبيبي يا سيد الرجال، ترقبوا بكره ان شاء الله الحساب الليله ده بيفك، وان شاء الله بكره بفتح لكم اللايف. تلفوني جاهز فيه 1 تيرا فيديوهات وكلام وكبشره وتسجيلات واي حاجه معاكم. انا على فكره برضو ما بنشر البيت الا تنشروها انتوا. تنشروا انتوا البيت، انا ما بنشر بيت ولا عندي بيت ولا بعرف بيت. انا ذاتي ده كان رد فعل ساي بتاع كلامي يا بارودي. انا الكلام اللي انا قلته ده رد فعل بس، زول زعلان مغيوس قلت كلام ساي كده، بس عندي تسجيلات 500 تسجيل. هسي بقول لكم عندي تسجيلات 2000 تسجيل، ما كلام ساي رد فعل. عندكم حاجه طلعوها وبعد ذاك نشوف موضوع ال 500,000 ريال دي، لانه الكبشره اللي عندي دي والله يا بارودي كبشره ثقيله خلاص. ما عارف الكلام ده زول ناشر الكلام ده، وانا طالع كنت بحذر بارود ساي هذا موضوع مني. تحياتنا لكم. وعندي محامي والله ثقيل يا بارودي، عندي مستشار هنا اسمه بدران العزي، ربنا يحفظه ان شاء الله، مستشار قانوني. الله امورك ظابطه يا سيدي. الامور طيبه يعني، ربنا يحفظك ان شاء حبيبي يا غالي. الله. لكن جبت الصراحه السؤال عجبني عشان اكون معك واضح. سؤالك كان حلو شديد وانا استمتعت والله، استمتعت مدعم ما بعدها مدعم. حبيبي يا غالي حبيبي. وردمته طبعا من شده ما تعب وزعل شديد ما عرف يرد لك، لكن ارمي قدامي. حبيبي يا سيد الرجال يا ربنا يحفظ الدنيا والاخره.